المغرب يتسلم شفرة هيمارس، أقوى منظومة صواريخ أمريكية، في تطور لافت يعزز متانة التحالف العسكري بين المغرب والولايات المتحدة. كشفت تقارير مغربية أن القوات المسلحة الملكية تلقت تدريبات متقدمة على تشغيل نظام هيمارس، أحد أبرز أنظمة المدفعية الصاروخية الأمريكية. هذه التدريبات جرت بإشراف مباشر من جنود أمريكيين ينتمون للحرس الوطني لولاية نيو هامشير، حيث قاموا بنقل خبرات تقنية وشفرات تشغيلية خاصة تعد من أسرار هذا النظام إلى نظرائهم المغاربة، خطوة تعكس حجم الثقة بين الطرفين وتشير إلى مستوى غير مسبوق من التعاون العسكري. نظام هيمارس ليس مجرد مدفعية تقليدية، بل يعد منصة ذكية لتنفيذ ضربات دقيقة على مسافات بعيدة جدا باستخدام أنواع متعددة من الصواريخ، كما يتميز بقدرته على الانتقال السريع عبر طائرات نقل عسكرية. وبتدريب القوات المغربية على هذا النظام، يبدو أن المغرب بدأ فعليا في دمج هذه القدرات داخل عقيدته القتالية. لكن السؤال الأهم، لماذا تمنح واشنطن مثل هذه الأسرار العسكرية للمغرب؟ الجواب يكمن في التحول الجيوسياسي العالمي وفي الأهمية المتزايدة للمغرب كشريك استراتيجي في شمال إفريقيا وعلى ضفاف المحيط الأطلسي. فالمملكة المغربية تعد أول دولة إفريقية تحصل على هذا النظام، وهو ما يترجم إلى ثقة استراتيجية كبيرة. منظومة هيمارس تعد من أقوى أنظمة المدفعية الصاروخية المتنقلة في العالم، تتميز بدقة إصابة عالية، فهي تعتمد على نظام تحديد المواقع GPS لتوجيه الصواريخ، قادرة على إصابة أهداف بعيدة بدقة عالية حتى في ظروف الطقس السيئة أو التضاريس المعقدة. مدى الإطلاق يتراوح بين 70 إلى 300 كيلومتر باستخدام صواريخ GMLRS وATACMS، وحتى 500 كيلومتر وأكثر باستخدام صواريخ BrSM الحديثة. تتميز بسرعة عالية في الانتشار والانسحاب، يمكن تحميلها على طائرة C-130، ما يمنحها قابلية للنقل الجوي السريع. تحتاج فقط إلى طاقم من 3 أفراد للتشغيل، يمكنها إطلاق الصواريخ ثم تغيير موقعها في غضون دقائق، مما يجعل من الصعب استهدافها.